انا الاسم تاعي الابيض نجيب، مقيم في الديار الاوروبيه. كانت المراه تاعي غادي تزيد، المراه تاعي كتعيش هنا في المغرب. ومن بعد باش جيت هنا جبت المصلحه تاعي بنوباجه في مدينه تازه، دخلتها يومين وهي راه تما، الطبيب ما شافهاش يومين، والطبيب وهي المراه تاعي كتوجع يومين وهي راه هنا وسميتو، والطبيب ما زارهاش نهائيا بصفه نهائيه. ومن بعد النهار الثاني حتى العشيه عاد جا مع 6 العشيه، حتى 6 العشيه قال لي علاش ما ديش مراتك الكلينيك؟ قال لي انت كتمشي لاوروبا، علاش ما ديش مراتك؟ قال لي انت قال لي علاش ما ديرش الكلينيك؟ دابا فين ولدت المراه ديالك؟ المراه تاعي اضطريت نديها الكلينيك وولدت في خلال ساعه. ودابا علاش جيتي كتحتج هنايا؟ كنحتاج على هادشي اللي في الظلم هذا اللي كيوقع لجميع المواطنين تاعنا المغربيين، وهذا الظلم هذا اللي كيوقع في السبيطار. والعيالات البارح كانوا كاملين هنا كيتوجعوا، تقريبا شي 10 نتاع العيالات كيتوجعوا، وانتم تشوفوا كاملين الناس كيحتاجوا هنايا. والعشيه كامله وحنا يعني من الصباح حتى العشيه وحنا كنحتاجوا هنايا. ما جا حتى شي واحد، ما خلينا مدير السبيطار، ما خلينا الطبيب ما جاش. واش كيفاش عباد الله هذا الطبيب هذا اللي كيتخلص وما كيجيش؟ الطبيب كياخذ فلوسه، كياخذ رزقه، كيتخلص، ربما كيمشي يخدم في مصحات خاصه، ومراتي انا كنجيبها هنايا ما كاينش اللي يداويها. يومين ما شافهاش الطبيب، يومين ما شافهاش الطبيب. شكرا سيدي.